ازاي تعدي علينا المانجا وتبقى بالرخص ده وارخص من البطاطس وارخص من الطماطم ونسيبها في حالها كده وما نخزنهاش؟ تعالي كده وانا اقول لك ازاي تخزني المانجا تقعد معاكي من سنه للسنه. ممكن تعمليها منها تبقى قطع وممكن تعمليها منها تبقى عصير. الكيس زي ما انت شايفه كده، بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايفه كده يطلع معايا قطع حلوه قوي قوي قوي. والمانجا بتاعتي مطلعه معايا كميه، الحمد لله الحمد لله هتكفيني وزياده لرمضان. ادي الكميه بتاعتي من البدايه اهو. شايفين المانجا عامله ازاي؟ تحفه. جايبه عسلها زي السكر، حجما حلوه جدا. انا مش جايباها لا طريه قوي ولا ناشفه قوي، او فيها طري جدا وفيها شويه. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاخدها، لازم اخدها تحت الميه دلوقتي واغسلها. لازم تتغسل غسلا مربحا. دلوقتي انا نزلتها، غسلت الحوض بتاعي غسله كويسه ونزلت المانجا بتاعتي. حبيت بس اوريكي حاجه، الحته دي في ناس كتير بتاخدها تحت الحنفيه شطف 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 وبتسيب الجزئيه دي. الجزء ده يا جماعه لازم يتغسل زي ما انا بقول كده بالسكينه. ليه بقى؟ لان بتنزل من هنا العسل بتاعها، ولما ينزل العسل بتنزل على رمل، الرمل بيمسك في المكان ده، مهما شطفتي فيه بتفضل مرمله. طبعا انا مش بغسلها بصابون ولا حاجه، بس عشان الليفه فيها نسبه من الصابون، فعشان كده انا بغسل بالليفه بتاعت المواعين العاديه خالص، انا مش عايزه اكتر من كده. انا كده خلصت الكميه بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى تقطيع. بصي بقى يا ست الكل، هنعمل ايه؟ اول حاجه ان انا هبدا ان انا بالتقشير. طبعا السكينه دي عقيمه بصراحه ضايقتني جدا، وانا قلت بس مشرشره وهتبقى حاميه معايا في التقطيع، لكن ضايقتني ما عرفتش اقطع بيها كويس. المهم هقطع بيها قدامكم كده كام واحده وهقول لك انا عملت ايه. انا المانجا بحاول ان انا اقشر، مش عايزه القشره بتاعتها تطلع فيها لحم كتير، يعني على قد ما بقدر بطلع القشره هرميها، مش هطلع القشره منها حاجه. عايزه بقى اقول حاجه، انا شفت فيديوهات كتير لناس عملت المانجا دي وطلعت من القشره عصير. عايزه اقول لك ان ممكن انقعها في ميه وافركها بايدي كده اطلع منها العصير، لكن الناس اللي ضربتها في الخلاط يا جماعه ده لونها اخضر. مش دي المانجا خالص اللي احنا بنضربها بقشرها او ناخد قشرها ونضربها في الخلاط. التانية اللي هي السكري، لان السكري صفرة والمانجا صفرة، فلو ضربتيها وصفتيها مش هيبان منها حاجه. لكن دي القشره بتاعتها خضرة. انا شفت ناس عاملينها العصير لونه مخضر وحاطين له لون وحاطين له جيلي، وخدتي كيس من المانجا وضافوه. طب ليه الهري ده كله؟ انا احط القشر بتاعي في شويه ميه، وبعد ما احطه في شويه ميه ادعكه بايديا كده وانزله في مصفى، خلاص بقت كده العصير بتاعي. طبعا كميه الميه بتبقاش كبيره وهرميه، لكن عمال احنا بنغسلها غسل كويس ليه من قبل ما نبتدي، علشان كده. لكن ان احنا هنفضل نضرب المانجا وتطلع لونها خضرا والكلام ده كله لا. طبعا بصي دي اللي كانت مستويه معايا جدا، اللي كان مستوي انا عملته زي ما انتم شايفين كده، جبت معلقه ونزلت كل اللي هو كان مهري او كان مستوي بزياده، وانا كده بقشره بيطلع معايا في القشر. فقلت اوريكم بس اللي انا ايه عصرتهم دول اتعصروا معايا ازاي. هي مش مستحمله، مستويه زي ما انتم شايفين كده، هي شكلا من بره متماسكه لكن هي كانت طريه، فاول ما جيت اقشرها بتطلع معايا في القشر. فقلت لا، بدل ما انا ما احطها وانزل نصها في الطبق وبرجع اوريكم تاني قدام الكاميرا، لا انا نضفتها كده وسبت منها واحده عشان اوريكم انا عملتها ازاي. دي بقى لو عايزاها تبقى معاكي زي مكعبات اهو زي ما انت شايفه كده، وهبدا ان انا بالسكينه هقطعها هتنزل معايا مكعبات على طول. معرفش السكاكين بتاعتي عايزه تستني ولا ايه، انا مش عارفه. اهو هي المانجا مش مستحمله اصلا، بس معرفش في ايه. زي ما انتوا شايفه هي اصلا مستويه مستويه. على فكره احلى وقت التخزين هو شهر 8 بجد. انا جبت في اول شهر 6 تقريبا، في اخر 6 في اواخر 6 انا جبت مانجا وخزنتها، والله العظيم من الاسماعيليه، يعني مش جايبينها من القاهره هنا ولا حاجه، ومن ارضها. عايزه اقولك انها طريه، وجيت اقطعها حدقه، يعني هي كانت طريه وانا بقشرها كانت محدقه. لكن دي والله لو اقول لك انها عامله زي السكر، يعني فعلا اللي بيقول لك لازم تتخزن في شهر 8 ده، هي فعلا شهر 8، لان دي اسمها قمر. اللي انا جبتها دي كان اسمها قمر، اما دي اللي هي مستويه على ابوها اللي هي بتنزل من الشجره فعلا خلاص هي عسل نحل، فهي دي بتاعت التخزين. انا هقطعها زي ما انتم شايفين كده، وفي بقى تانيين انا قطعتهم شرايح مش مكعبات، بس انا حبيت بس اوريكي دي واوريكي دي. انا هوريكي بعد كده في الاكياس انا مقطعاها شريحه كده مره واحده، وهنا بقى بنزل اللي في العضمايه بتاعتها بالسكينه واعبيها. بصي بقى التخزين انا عملت ازاي. انا كل 3 مانجات اخلصهم اعبيهم في كيس، كل 3 اعبيهم في كيس، بيبقى شفشق خلاط محترم ليكي ولضيوفك ملوش حل. انت اكتر من 3 مانجات مش بتهيألي لما تيجي تعملي عصير مش هتعملي اكتر من 3 مانجات، فالمانجايه محترمه وحجما كبيره يعني يعملوا بتاع كيلو.
فانا هوريكي دلوقتي. بصي انا خلاص خملته عشان ما يبقاش من الكيس ملغوص مليان كده عصير من الزور بتاع الكيس. فانا عملت زي ما انت شايفه كده. عايزه تعملي بالطريقه دي مفيش مشكله، بس الكلام ده لو انت هترصيه على طول في الديب فريزر. اما بقى بالطريقه دي فانا ربطته هنا، انا ربطت الكيس زي ما انت شايفه كده. بصي هو شرايح، انا قطعته طلعت معايا شرايح سليمه زي ما انت شايفه كده اهو. اللي كانت ماسكه نفسها شويه قطعتها شرايح وربطت الاكياس بحيث ان انا منزلها على طول في الديب فريزر وارصها ما يروحش مني حاجه. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين.